ولكن في متغيرات دولية وإقليمية، ولا بد أن نطور العمل العربي المشترك لمواجهة كل التحديات التي تواجه أمتنا. ولو إنشاء هذا الاتحاد لفيها القوة والمنعة لمواجهة الصلف الصهيوني وهو العدو التاريخي. إن الصهاينة هم الأعداء التاريخيين للأمة العربية، هم الأعداء للأمة العربية. مهما قدمنا من تنازلات ومن مشاريع لن يقبلوا لن يقبلوا لن يقبلوا. مستمرين في الاستيطان وبناء الجدار العازل وعدم القبول بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال في فلسطين والجولان وجنوب لبنان. رافضة كل قرارات الشرعية ومتحدية. إذن لماذا ما ينشأ اتحاد عربي وفيها القوة للعمل العربي المشترك؟ ولدينا قواسم مشتركة: اللغة والأرض والثروة، لنواجه هذا الصلف الصهيوني. بدون إنشاء اتحاد عربي لا يمكن أن نحقق أي نجاحات مع الكيان الصهيوني على الإطلاق. لن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر مننا ثقافة وحضارة، ذات لغة وأعراق متعددة، لكن نحن أمة عربية واحدة، لغتنا واحدة وجغرافيا واحدة. نريد قوة عربية متماسكة لمواجهة هذا الطرف ولمواجهة هذا التحدي. الإخوة الأعزاء، قوتنا وحدتنا في قوتنا لمواجهة كل التحديات. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما، خطابه الانتخابي واضح، وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعينا ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة. ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة. أما التفاوض فهي إهانة. شكرا لأخي رئيس المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.